محتفظة بشعرها وبهدومها وبتواجها ونضاراتها وبآخر شبشب لبسته، وما بتدخلش حد أوضتها غير اللي بيحبوها علشان يقروا لها الفاتحة، وهي اللي بتنظفها بنفسها، ولسه سايبة التلفزيون على آخر قناة كانت بتتفرج عليها، ولما بتكتئب بتدخل أوضتها تقعد تتكلم معاها. ده اللي عملته الفنانة دنيا عبد العزيز بعد رحيل بنتها. بس هي خلفتها إمتى ومن مين وإيه سبب رحيلها واسمها إيه؟ لأول مرة في الفيديو ده هتعرفوا معايا تفاصيل اللي حصل وحكاية جديدة من حكاوينا. قصة من أصعب القصص اللي ممكن حد يسمعها في حياته، وهي قصة رحيل ابنة الفنانة دنيا عبد العزيز الوحيدة. دنيا بعد ما ربنا كرمها واتجوزت بكام شهر عرفت إنها حامل، فرحت جدا وكانت بترقص من فرحتها إنها هتكون أم أخيرا، ده حلم كل بنت. وفرحتها كانت أكبر وأكبر لما الدكتور قال لها في بطنك بنوتة، وقالت هسميها جودي على اسم ماما. ومرت شهور الحمل وخلفتها وعملت احتفال كبير، بس كان مقتصر على صحابها وأهلها. أصلها كانت عايزة يكون لبنتها خصوصية ومحدش يعرف عنها أي حاجة. ومرت السنين ودنيا ما بتتكلمش عن بنتها وخايفة عليها جدا، وطول السنين دي ما كانتش بتخرج من بيتها، عايزة تفضل قاعدة مع بنتها تلعب معاها وتربيها كويس. والبنوتة كبرت وبقى عندها صحاب، وكل السنين دي دنيا حست نفسها انها رجعت عيلة من اول وجديد علشان بنتها اللي مالت حياتها. لحد ما في يوم صحيت دنيا على خبر رحيل بنتها جودي، ودي لحظة صعبة ربنا ما يكتبها على اي ام ابدا. اكيد عارفين هي حصل لها ايه في الوقت ده. انهارت ودخلت المستشفى، وما كانتش بتقول غير بنتي جودي راحت فين، مستحيل تكون مشيت من الدنيا. وبعد ما فاقت من صدمتها قالت لهم انا عايزه شعرها، وقصته واخدته واحتفظت بيه، وباخر توكه كانت لابساها. المحزن ان دنيا لسه عايشه لحد النهارده على ذكرى بنتها، اصلها محتفظه باخر شبشب لبسته وهدومها، ده حتى مفارش السرير وسايبه التلفزيون على اخر قناه كانت بتتفرج عليها جودي قبل ما ترحل. ده غير ان اوضتها مقفوله على كل حاجتها وما بتدخلش حد ينظفها، هي اللي بتنظفها بنفسها. بتقول محدش يشم ريحه بنتي في اوضتها غيري أنا والناس اللي بتحبها. ويا حرام هي لما بتكتئب بتدخل أوضة بنتها وتقعد تتكلم معاها وتحكي لها كل حاجة. طبعا أكيد هي أخدت رأيها في مصطفى اللي متجوزاه دلوقتي، ورغم القصة الصعبة اللي مرت بيها دنيا إلا إنها ما اتكلمتش عليها أبدا غير من قريب، وكمان ما قالتش إيه هو سبب رحيلها، بس يعني كان واضح من كلامها إنها رحلت في حادثة. أصلها قالت إنها محتفظة بآخر هدوم كانت لابساها قبل ما تطلع من البيت. أنا عارفة إنكم استغربتوا دلوقتي وقلتوا بنتها إزاي، دي لسه متجوزة من سنة، لحقت تجيب بنت وتكبر ويبقى عندها صحاب وناس بتحبهم. هقول لكم لا، دنيا كانت متجوزة قبل جوزها الحالي، واحد من خارج الوسط الفني، ومحدش يعرف أي حاجة عنه، ولا يعرف اتجوزته إمتى ولا حتى انفصلت عنه إمتى. اكتبوا لي في التعليقات هل تتوقعوا دنيا عبد العزيز هتخلف تاني من جوزها مصطفى، ولا رافضة الموضوع من أساسه.